السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب الفيديو ده يوصل لكم كده وانتوا في احسن حال واتم صحة باذن الله، يا رب ان شاء رب العالمين. انت فين النهارده بقى يا هناء وبتعملي ايه؟ انا كنت عند اختي، وكانت طبعا عايزه ايه تقوم معايا بالواجب كده وتعزمني بقى كده على بيتزا ايه من بره تشتريها يعني جاهزه. فبصراحة قلت لها لا، بدل ما احنا نشتريها مثلا هنجيب 4 بيتزات ولا ب 600 3 بيتزات ب 600 جنيه، الواحدة ب 200 جنيه. احنا نعملها في البيت ونأكل الأهل والأحباب ونعمل بها ايه مهرجان كده. كفاية بس فرحة العيال حواليا كده، وفرحانين بقى ان عمتهم بقى ايه وخالتهم بتعمل لهم. كانت بنت اختي دي بنت اخويا دي اللي رجلها باينه دي، وبنت اختي الناحيه التانية دي فرحتهم عندي بالدنيا وما فيها والله العظيم. فالمهم قلت لاختي لا احنا نعملها في البيت ايه وهنوفر كتير جدا، وبدل ما نجيب 3 لا هنعمل كميه باذن الله وناكل كل الحبايب. وفعلا ده اللي حصل والله يا بنات، بعتنا جبنا الحاجات اللي هي حاجه البيتزا جبناها ب 350 جنيه. عملنا كام واحده بقى، كام صينيه من دول من اللي انتوا شايفينهم دول، 7 صواني. اخويا اخد ودي اخدت وولاد اختي، بصوا كل الحبايب وكل الناس الغاليه والله العظيم اكلوا منها. وهم على فكره بيحبوها قوي ياكلوها من ايدي، سواء اخويا ربنا يبارك في عمره يا رب او جوزي ربنا يديله الصحه ويخليه لي يا رب. ربنا يخلي لي كل الغاليين وكل الحبايب يا رب بحق جاه النبي. بيحبوها قوي قوي من ايدي، انا بعمل عجينتها حلوه جدا. خلوا بالكم بقى من لقطه لما هي دي من اللقطة دي بنت اخويا قاعدة على ايدي اليمين. اول ما خلصت المقطع دي راحت بصم، ما صدقت، انا قلت خلاص خلصت، راحت شادة الصينية. قاعدين بقى جنب ايه عايزين ياكلوا ما هو خلاص كنا قربنا على بعد المغرب كمان. شوفوا هتاخدها الوقت اول ما اقول خلاص تقوم شادة الصينية. وعملنا بقى 7 صواني، دولت 5، كان لسه في 2 كنت لسه ما فردتهمش، كنت عايزة افردهم في اللي هم الصواني التيفال دي عشان الحتة العجينة على قد شفتوا بقى بنت اخويا. ربنا يبارك فيهم يا رب. كفايه فرحتهم، وعملنا احلى بيتزا وكانت احلى سهره واحلى يوم بجد والله. عملنا 7 صواني من دول بعد ما كنا هنجيب 3، لا عملنا 7 صواني والكل الحبايب وكل الغاليين. اتجمعنا بقى عند اختي في اليوم ده وكان احلى يوم بجد. بصوا من اجمل الايام واحلى الايام واحلى الفيديوهات اللي انا بصورها لما بكون هناك في البلد عندنا، سواء في بيت ابويا او عند اختي او في اي مكان. هناك في البلد بيبقى يعني بصوا بحس براحة نفسية فوق ما تتصوروا. شوفوا بقى جمال البيتزا، دول 5 صواني طلعتهم. كانوا الاتنين التانيين كانوا لسه في الفرن. بجد والله يا بنات كانوا روعة الروعة، دولت 4 بس كان في واحدة أنا ايه اللي هي ال5 أنا شلت منها قطعة كده بس. قلت أدوقها بقى قبل ايه، بحب أكلها سخنة كده بتبقى طعمها بصوا من غير ما بتكون ساقعة. آه وعملنا الفيديو الصغير ده، يا رب الفيديو يعجبكم ويا رب يا رب يوصل لكم كده وانتوا في احسن حال و... وتكونوا سعداء باذن الله ومتهنيين ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش بقى تدعوا لامي وابويا بالرحمه، وكمان ما تنسوش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي كل الدول العربيه، وتقولوا رايكم ايه في البيتزا القمر بتاعتي دي. يلا اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، مع الف سلامه وفي رعايه الله.